تعيش الذكريات في داخلنا مخبوءة أو متوارية، وفي لحظة ربما تكون لحظة عابرة تتداعى الذكريات وتنساب رقراقة، تروي ظمأنا وحنيننا لأيام وبشر لم يمروا مرور الكرام في حياتنا، بل استقروا فيها وعاشوا في حياتنا، شخصيات في حياتي. في لحظات التذكر يتوقف الزمن، نعود إلى الوراء، ننبش في أعماق الذات، نلوذ بالماضي والذكريات، نهرب إليها، نحتمي بها، نرى أنفسنا في مرآة الذاكرة. الحقيقة أن هي يعني الشارقة مكان جميل بدون شك، والقعدة هنا والمنظر الجميل ده يخلي الواحد يسرح بخياله ويفكر في حياته. يا ترى مين اللي أثر في حياتي أكتر حد؟ أعتقد إذا تركت والدي ووالدتي اللي هم أهم شخصيتين في حياتي، وتركت أيضا زوجتي اللي من غيرها ما أقدرش أوصل لأي حاجة، ما كنتش ممكن أوصل لأي حاجة، وأتكلم بس على الشخصيات العامة أو الشخصيات التاريخية. وطبعا مش بالضرورة إن أهم الناس اللي أثروا في شخصية واحد هو ناس الإنسان كان بيحبهم، ممكن جدا إن اللي أثروا في شخصية الواحد ناس الواحد ما كانش عايز أبدا يكون زيهم. التاريخ ليس مجرد أيام مرت أو أحداث جرت، وليس مجرد وقائع مدونة على صفحات الكتب، بل هو في اعتقادي جزء من حياتنا يعيش معنا بشخوصه وأحداثه كلما قرأناه أو استحضرناه. إنه حي إذا استعدناه، وميت إذا تركناه مدفونا في بطون الكتب. يمكن من أول ناس اللي أثروا في حياتي بشكل إيجابي من الطفولة الحقيقة هي شخصية صلاح الدين الأيوبي. الحقيقة شخصية رائعة بكل ما في هذه الكلمة من معاني. يكفي إن هو كان أعظم قائد حربي وسياسي يمكن في تاريخ الأمة العربية والأمة الإسلامية، وعلى الرغم من ذلك فكان عنده الشجاعة لما كان بيلاقي معركة سوف يخسرها إن هو لا يدخل هذه المعركة، وكان عنده من الشجاعة لما يضطر إنه يهادن عدوه إنه يهادن عدوه. ولما أتذكر أيضا إزاي إن الكنيسة الشرقية كانت في صفه ضد الغزاة اللي كانوا بيسموهم الصليبيين، مع إنهم ما لهمش دعوة بالصليب بأي حاجة، دول كانوا جماعات من اللصوص جاية تسطو على الأراضي المقدسة. فشخصية صلاح الدين الأيوبي تلهم كل إنسان شاب عربي مسلم أو إنسان فقط. والجميل في شخصية صلاح الدين الأيوبي إن عدوه شهد له قبل شعبه، يعني هو شبه شخصية خرافية موجودة حتى في الأدب الإنجليزي. سير والتر سكوت كتب عنه، وكثير من الكتاب الإنجليز كتبوا، وهو الحقيقة بحق يستحق هذه الشهرة وهذه العظمة عند شعبه وعند العالم. هناك شخصيات أخرى طبعا أثرت فيا بشكل كبير جدا. لو انتقلت إلى الحاضر، الحقيقة شخصية الدكتور محمد غنيم، الطبيب المصري الفاذ، طبيب الكلى اللي ذاع صيته في العالم كله، مش عن إنه هو كان أستاذ كذا كذا في جامعة كذا كذا، وإنما هو بنى مستشفى في المنصورة في مصر، وجعل من هذه المستشفى
علم حضاري، علم علمي صرح الحقيقة، مش فقط نفتخر به وإنما يفيدنا. ودي نقطة يمكن لازم نفكر فيها كتير. مش مهم قوي ان الواحد يكون مشهور، مش مهم قوي بس ان هو يدي الامل. طبعا شيء جميل ان اي شخصية متميزة عربية تعطي الامل وتحيي الامل، وانما العطاء الحقيقي خصوصا في بلد زي مصر مهم جدا. ان اي عالم يفكر الاول قد ايه يفيد بلده. فمحمد غنيم فاد بلده، وانا بنتقد نفسي دلوقتي ان العلمي او ما يسميه الناس بعلمي او ما تصورت في يوم من الايام انه علمي الحقيقه مش مفيد بهذا المقدار بالنسبه لبلدي. ولذلك تبنيت موضوع مش علمي وهو ما يسمى بتقنيه النانو، على امل ان اكون اخيرا اعمل في اتجاه يفيد بلدي ويفيد بلادنا العربيه، وبالذات طبعا بلدي اللي اتولدت فيه واحوج البلدان في الوقت الحالي لأبنائه وهي مصر. أنتقل مرة أخرى إلى الماضي وأنظر إلى شخصيات أخرى. أعتقد أن من الناس اللي أثروا في شخصيتي جدا من الطفولة هم اتنين مسيحيين، والحقيقة كانت الديانة المسيحية والأخلاق المسيحية بالمعنى الجميل مؤثرة في شخصيتهم جدا. وهو تولستوي، ليو تولستوي الكاتب الروسي العظيم، كاتب قصة الحرب والسلام وقصص متعددة أخرى، وكذلك ألبرت شوايتسر الطبيب الرائع الذي ترك كل شيء ليعيش في الغابات في أفريقيا في الثلاثينات، يعني من القرن الماضي، ويعيش ويوهب حياته كلها لمساعدة أتعس مخلوقات على الأرض في هذا الوقت، مرضى في أفريقيا في الأدغال. وعاش طول حياته ألبرت شوايتسر يضحي بحياته كلها في سبيل الأفارقة اللي كانوا عايشين في الغابات ويعانين من الأمراض زي الجذام وأسوأ، وبنى مستشفى أصبحت أسطورة لامبرينا. وكان هو لاعب عظيم للأرغل، فكان يلعب الأرغل في أوروبا ويجمع التبرعات عشان يساعد الفقراء والمرضى في أفريقيا في وسط الأدغال. تخيلوا في 1930 1940 في الوقت ده راجل عايش في الأدغال وهمه كله أن يساعد الغلابة اللي هناك. فالحقيقة هذه الفلسفة هذه الإنسانية أثرت جدا فيا. وبعدين أرجع لليو تولستوي اللي هو بعد كده اكتشف أهم من الحب، زي ما هو في روايته الحرب والسلام، إن أكبر حب هو الإنسان يحب وطنه ويحب الله سبحانه وتعالى. فوهب كل أمواله للعبيد اللي كانوا بيشتغلوا عنده في الأرض. كانوا في روسيا في هذا الوقت يسموا الفلاحين اللي في الأرض عند اللورد أو عند الأمير، وهو كان أمير. ليو تولستوي كان أمير. وهب كل أمواله لعبيده وعاش في كوخ صغير أصبح يحج إليه كل الفلاسفة والمفكرين من تاجور إلى شخصيات كبيرة من العالم في هذا الوقت يروحوا يشوفوا تولستوي يقابلوه وينهلوا من علمه وإنسانيته. فدول من الشخصيات اللي أثروا فيا جدا. وبعدين جاء بقى وقت الشباب، وقت الزوابع والأعاصير، سن 19 و18 لما احنا بنفهم كل حاجة وفاهمين العالم كله. والكبار دول أي واحد عنده 30 سنة وما فوق ما تصدقوش ده راجل عجوز. ده كان الوقت اللي الحقيقة وقبل كده اتعرفت فيه على فلسفة وشغل جون بول سارتر. طبعا الإلحاد والأشياء اللي بتصوروها عن الفلسفة الوجودية هذه لا قيمة لها عندي. الحمد لله أنا رجل مسلم وسعيد بذلك. ولكن اللي عجبني في فلسفة جون بول سارتر وإلى آخر لحظة وإلى الآن معجب بهذا الرجل العظيم هو فلسفة الالتزام.
كان ينظر ان الادب للادب او الفن للفن هو مضيعه للوقت، وانما الفن الحقيقي هو حرفه تسخر لخدمه المجتمع، وهو الادب الملتزم، الليتراتور انجاجي او الانجيج ليتريتشر، الادب الملتزم. فالحقيقه يمكن هذه الفلسفه اللي مأثره عليا الان وبتخليني انقد نفسي واقول اعجابي باينشتاين ونظريات اينشتاين جميل طبعا، وانا مستعد ادفع فلوس، مش ان اخد ماهيه عشان اشتغل في الاشياء دي، انا مستعد ادفع ماهيه عشان اشتغل فيها من جمالها. ولكن السؤال اللي بساله، هل هذا يفيد وطني؟ هل هذا يفيد الرجل الكادح في مصر اللي بيشتغل من 5 الصبح ل10 بالليل عشان ياكل عيلته؟ انسان لازم يكون ملتزم، والالتزام اهم من اي حاجه تانية. واني افرض على نفسي قوانين وافرض على نفسي التزام هو في الحقيقه حريه. فقط عندما اكون ملتزما اكون حر. طبعا الالتزام يكون مش مجبر عليه، وانما باختياري او بمحض اختياري، وفي هذه الحاله يكون الالتزام التزام حقيقي. أيهما أقوى تأثيراً وأبقى أثراً؟ المعرفة عن قرب أم المعرفة عن بعد؟ ربما كانت المعرفة عن قرب تحمل قدراً أكبر من العاطفة، قدراً أكبر من المشاعر والأحاسيس، وربما كانت المعرفة عن بعد تحمل قدراً أكبر من تلاقي الرؤى والأفكار. ولكن وفي النهاية التأثير والتأثر لا علاقة لهما بالقرب أو البعد. بعد كده من الأبطال في حياتي هو بدون شك العالم الألماني الفاز فيرنر هايزنبرغ. الحقيقة فيرنر هايزنبرغ في نظري في كل اتجاه ممكن، كرياضي، كعالم، وكفيلسوف، أعتقد أنه أكبر حجما من أينشتاين، واعتقد انه اكبر منه بكثير. والحقيقه كان لي علاقه غير مباشره به وبعدين شبه مباشره، وكان له تاثير علي لما كنت طالب في الهندسه المدنيه. والحقيقه كنت طالب رغم انفي الى حد ما طاعه لوالدي، اللي هو من اهم الشخصيات اللي اثرت في حياتي مطلقا. فان هايزنبرغ الحقيقه هو كتاباته واراءه وحضوري بعد محاضراته هي اللي جعلتني بأول فرصة استطعت أن أكون فيها مستقل ماديا إني ألجأ وأذهب وأصبح فيزيائيا، وبالذات أعمل في نظرية الكم، وأحاول أن أوحد نظرية الكم مع نظرية النسبية العامة لأينشتاين عن الجرافيتيشن، عن التثاقل. كما نتأثر وربما نتشبه بمن نحب، فنحمل بعضاً من صفاتهم أو أفكارهم، ربما أيضاً نتأثر بمن نكره، ربما رفضاً لهم ولأفعالهم أو أفكارهم، وربما من فرط كرهنا لهم نتذكرهم حتى لا نكون مثلهم. الحقيقة دي أهم الشخصيات اللي أنا أتذكرها الآن، ولكن هناك شخصيات نسميها الشخصيات السالبية اللي بتأثر فينا، أي الشخصيات التي لا أحب أن أكون مثلها بأي شكل من الأشكال. بشكل عام تجار الحروب، شخصيات عديدة من تجار الحروب اللي بيبنوا سعادتهم على تعاسة العالم ويجمعوا الأموال من طرد الناس من بيوتهم وتشريد الشعوب. شخصيات كتيرة مش عايز أذكرها بالاسم، ولكن كل واحد منكم يعرفها. فدي الشخصيات اللي أنا قررت لا والله أود أن أكون في السجن حرا، ولا أن أكون في قصر مثل هذه الشخصيات.